وإننا في هذا الشهر ألا وهو شهر شعبان المقدمة لرمضان. هذا الشهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أكثره، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا قط غير رمضان، وأكثر ما كان يصوم شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وقد أخرج النسائي وغيره من حديث أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله نراك تكثر من صيام شعبان، فقال إنه بين رجب ورمضان والناس يغفلون عن ذلك والأعمال ترفع في ذلك، أعمال السنة ترفع في هذا الشهر، فحاجتنا إلى الإقبال على الله من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وبر، وكذلك أيضا رد المظالم وإلى التوبة إلى الله والبعد عن المؤاذى للناس. حاجتنا كبيرة، فننصح للمسلمين خصوصا في هذه الأيام وفي هذا الشهر أن يقبلوا على الله عز وجل.